شكا رجل إلى أحد الشيوخ فقال له: يا شيخ، لماذا لا أجد إلا الغدر والخيانة ممن أحسن إليهم؟ الشيخ لا يجيب. السائل: لماذا أجد الجفاء ممن أحببتهم وأخلصت لهم؟ الشيخ لا يجيب. السائل: لماذا مات أحبتي ولم يبق إلا أعدائي؟ الشيخ لا يجيب. السائل: لماذا أشعر بالوحدة والغربة في هذه الحياة؟ الشيخ لا يجيب. لماذا لا يحسن الناس الظن بي؟ الشيخ لا يتكلم. السائل: لماذا يكذب من أصدقهم ويقسو علي من أحن عليهم ويرحل عني من أعانقهم؟ الشيخ لا يتكلم. السائل: لماذا يدي ممتدة بالخير وأيدي الناس ممتدة لي بالشر ويقابلون محبتي بفجور وليس بود؟ وأخذ يبكي. فقام الشيخ بوضع يده على قلب الرجل وقال له: يا أخي، لا أدري لماذا أحبك الله كل هذا القدر. ربما أنت ممن قال عنهم الله المحسنين، أصحاب مراتب الصبر والإحسان. فاعلم يا أخي أنك جئت تشكو لي حب الله لك. فسكت السائل وقال للشيخ: أصبت فرميت القلب، أصبت فبنيت الدرب. العبرة ليس بالضرورة أن يكون أذى الناس لك ابتلاء، فقد تكون أنت من أهل الإحسان وأنت لا تدري، فلا ينال مرتبة الإحسان إلا أنقياء القلوب. اللهم افرغ علينا الصبر والاحتساب واجعلنا من المحسنين. السلام عليكم.